عاصمة المغرب، سموها الرباط نسبة إلى رباط الخيل، منطقة انطلاق القوات للدفاع عن المغرب. هنا بحكي لكم قصة جميلة، قصة عجيبة. هذا أهم جزء في الرباط اللي قدامنا، ذا إطلال مشروع، بقايا مشروع ضخم. صاحب هذا المشروع كان عنده حلم إنه يبني أكبر جامع في أفريقيا في وقته، اللي هو حاكم دولة الموحدين أبو يوسف يعقوب المنصور. حكيت لكم قصته، اللي هو خاض مع موقعة الأرك في الأندلس وأخر سقوطها. بعد الانتصار في موقعة الأرك بنى 3 مشاريع: منارة الخيرالدة في أشبيلية، ومنارة الكتبية في مراكش، وصومعة حسان في الرباط. كان يبغى يكملها ويبني المسجد، لكن وافته المنية قبل أن ينهي مشروعه، مات. فجاء ولده بعده، لكن ما كان مقتنع بمشروع أبوه، فحول الأموال إلى ناحية أخرى. لذلك إذا عندك مشروع، عندك صدقة، سوها في حياتك قبل مماتك، لأن الورثة ما حيسون اللي تبغاه. حتى إنه السلف يقولون: ما رأينا أعظم من مصيبة الميت، يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله. فتخيلوا جامع هذا أساساته، أكيد إنه كان بيكون جامع ضخم جدا. وعلى فكرة ترى هذه المنارات تعتبر ناطحات سحاب، هذه ما أكملوا بنائها. الميزة اللي فيها إنه المؤذن يصعدها بالخيل للأعلى ويرفع الأذان، يعني هي من جوا فيها طريق للخيل إلى أعلى شيء. بعرض لكم جانب من جمال مدينة الرباط، مدينة الأنوار. هذه أشهر معالمها، المشروع اللي ما اكتمل بناءه عمره 800 عام. المسطحات الخضراء في كل مكان، شترام يعبر من فوق الجسر. وهذا نهر أبي رقراق، أحد أشهر أنهار المغرب، يفصل ما بين الرباط وبين سلا. هذا المسرح الثقافي، شو الخضار مد البصر. هذا المشروع وشو يا ماهر؟ هذا عاصمة المرابطين والموحدين ومدينة السعديين والعلويين. مرور هذه الحضارات ما كان مرور عابر، بل ترك لنا اليوم البصمة الباقية. هذا أحد أهم المعالم في العالم الإسلامي. هذه منارة الكتبية وجامع الكتبية. إيش قصتها؟ تعتبر من أوائل ناطحات السحاب في العالم. كان المؤذن يصعد في الخيل للأعلى ويرفع الأذان، اللي بناها البطل الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور. هذا خاض معركة شهيرة اسمها معركة الأرك في الأندلس. أصلا الأندلس ظلت متعلقة في أكتاف المغرب 400 سنة، لولا الله ثم المغاربة لسقطت الأندلس قبل 400 عام. يوم جاء عهد دويلات الطوائف استغاثوا الأندلسيين بالمغاربة، فهب البطل أبو يوسف يعقوب المنصور لنجدتهم، وخاض معركة شهيرة مع الفونس الثامن تسمى معركة الأرك. كان انتصار حاسم فيها. بغنائم هذه المعركة، يعني غنم أموال كثيرة جدا، قرر أنه يبني 3 ناطحات سحاب في العالم الإسلامي. بنى الخيرالدة في أشبيلية، حنشوفها بعد كم يوم في أسبانيا، وبنى منارة الكتبية في مراكش اللي أمامنا، وبنى صومعة حسان في الرباط اللي حنشوفها في آخر يوم في رحلة المغرب. هذه آثارهم، تنبيك عن أخبارهم.